بس انت جاهز؟ انا جاهز. انت جاهز؟ انا زي الفل. في واحد جالي تاني يوم، لا انا اللي بصور مع صباح الخير. انا ما كنتش عارف ان هو بيصور، فجاء قال لي تعالى هنصور. انا فاكره فاتح لي الكيس، فاكر ان هو هيديني شوكولاته ولا بونبوني، لقيته بيديني مايك. يلا جو اهيد. زي الفل. كنا من اسبوع كان في خبر نزل وناس كتير اثرت وناس كتير خافت عليا، ما اعرفش ايه اللي حصل. انا كنت من الناس دي. ايوه. يعني في ناس خافت لما شافت البوست، فانا قلت اجيب ايه اللي دخل مع اوضه العمليات شخصيا. انا قلت اشوف انت قلت ايه او قلت ايه عشان نشوف ايه اللي حصل بقى جوه بالظبط. يعني خفت تكون انت يعني غلطت او قلت كلام كده. لا انا كنت قاعد ساكت. قلت اطمن في لا اطمن في المقال نفسه انك انت ما كنتش. لا الحمد لله، يعني طمنا الناس شويه في المقال بتاع جريده وطني بتاع رعايه الله في غرفه العمليات. الحمد لله. وقلنا بقى نطمن الناس قوي النهارده. بص انا شهادتي في الراجل قاعد جنبي ده تعتبر مجروحه جدا. احنا عايشين مجروحه 8 سنين ولا 10 سنين؟ 10 من 2015. 10 سنين. فسبحان الله 10 سنين. توكسيك دوز يا دكتور بول. ايوه حصل. وكان شاهد على حاجات كتير حصلت، وكان شاهد على تعب حصل لي بعد عمليه التكميم اللي عملتها في اول مره، والمشاكل اللي حصلت فيها وكذا حاجه، وان انا عمال بروح واجي وكل شويه صاموا عايزين نعمل عمليه. طب قشطه روح اعمل اشعه وتعالى نقعد نشوف الدنيا. قرار العمليه مش قرار سهل. نروح نعمل اشعه ونيجي نقعد في وجبه كنتاكي اروح اخلصها واجي لك. نفضل على المنوال ده. خلاص وجبه كنتاكي وانت عامل تكميم ازاي يا دكتور؟ صباح الفل. كنت بقعد عليها يومين 3 مالك. ماشي. بس ونفضل على المنوال ده لحد شهر كده. الشهر اللي فات بقى بعد ما خلاص خلصنا الكارنيه وكل حاجه قلت لك ايه، انا فضيت لك. بعد ما خلاص بقى يعني انا فضيت لك. خلاص بقى قرر ان هو يبقى اول مره ليه هيبقى دكتور، فقرر لازم ان هو يبقى ايه ناخد الخطوه، يبقى اخر مره ليه يعمل عمليات بس ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وقد كان لا يعني حد كده لقيته مثلا موجود سبورت بعيدا ان هو بيرد متاخر، ما حدش يرد. حبيبي انت سمعت؟ دي حقيقي. انت سمعت؟ مش برد على التليفونات. سمعت. بس وقت المشكله قوي يعني لا بيرد الصراحه، الحق يقال. فالمهم احنا عملنا ايه بقى جوه؟ عملنا كل خير. هسيبك انت تقول بقى كطبيب. احنا عملنا كل خير. ازاي يعني؟ ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. الجوازه كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. انت كنت عامل عمليه تكميم معده قبل كده؟ حصل. احنا عملنا اشعه عشان نشوف الوضع ايه، لان نسبه الوجبه كبيره مقارنه بان حد عامل عمليه تكميم. وكان فيها اعراض احنا كنا شاكين ان هي اعراض ارتجاع. فاحنا عملنا فحوصات معينه بينت ان حجم المعده طبعا كبير مقارنه بالعمليه بالحجم المكممه. لقينا ان في فتق في الحجاب الحاجز موجود. فده مع الوزن، ان الوزن غير البتاع الحلوه اللي كانت موجوده فوق المعده الفندس يعني كان في ما علينا منها. فده خلانا نقول ان احنا طبعا مع الوزن الزياده، مع ان احنا عندنا ارتجاع، مع ان احنا عندنا حجم الوجبه زاد، واحنا سويت ايتر، يعني هو دكتور بولا بيحب الحاجات اللي فيها مشروبات غازيه، بيحب الحاجات اللي فيها حلويات. لا هو الحاجات دي ما بتبقاش دي دعايه برضو. لا ده مش دعايه، ان هي الغازيه عموما كوكا، فاهم انت؟ كوكا بس. فدي برضو من الحاجات اللي هي طبعا بتضرب عمليه التكميم في صلبها. عمليه التكميم فكرتها عمليه تقليصيه بنصغر فيها حجم المعده. انت مش عامل عمليه تكميم معانا، تمام؟ دي حته حشيش مالهاش دعوه بيها. فطبعا احنا كان خدنا قرار ان احنا نعمل عمليه تصحيح. عمليه التصحيح بتبقى عمليات من عمليات التصحيح، طبعا بتبقى عمليات اصعب او عمليات معقده شويه واكبر. القرار بتاعها صعوبتها بتيجي من القرار اولا، وعشان كده الدكتور بولا انه خد قرار نخش عمليه للمره الثانيه. دي حاجه تحسب له جدا جدا جدا. انا يا بنتي شكرا يا بنتي على ثقتك الغاليه. شكرا. مش حد يعني اللي بيخش يعمل عمليه بيخاف دايما او بيقلق ان هو يعمل عمليه. صباح الفل. انا كنت انت دخلت بقى اوضه العمليات جاهز يا سم. يعني هو كان بيسالني انا اللي جاهز، هو راجل كان جاهز وتمام يعني. ايوه انا واثق فيك. بس احنا كنا واثقين طبعا كلنا في ربنا الحمد لله. فاحنا دخلنا فكينا مكان العمليه القديمه، طبعا في التصاقات ما بين الكبد ما بين الطحال ما بين المعده. فكينا مكان العمليه القديمه عشان نعرف نشوف حجم المعده اخباره ايه، نعرف نشوف ابعاد المعده، وبنعمل قياسات للمعده الجديده عشان نعرف نصغر المعده على الوضع الجديد. وعملنا تصحيح بتحويل المسار
بان احنا نقيس اطوال الامعاء عشان خاطر الحاجات الحلويات والحاجات المشروبات الغازيه والحاجات الهاي كالوريز دي ما تزودش الوزن. حلو. فاحنا التصحيح بقى بتحويل مسار ليه؟ لان احنا لازم نعمل حاجه اكبر أيوة. او حاجه اقوى، ما ينفعش نعمل نفس الغلطة. البروسيدور تاني. تحويل المسار اقوى في ان هي بنصغر حجم المعده وفي نفس الوقت بنقلل الامتصاص بتاع المعدة. الاكل والحاجه تمام. فلما الامتصاص بيقل تبقى الامور افضل بكتير. طبعا صلحنا الفتق بتاع الحجاب الحاجز، فعملنا كل ده طبعا بالمنظار. والدكتور بولا يقول لنا على الفيدباك بتاعه. ما اعرفش، انت بيتهيألي شفت هو ايد ربنا الصراحه طبعا كانت موجوده، ربنا دايما اولا واخيرا. وانت كنت شاهد عليها في حاجات كتير. طبعا انت شهدت عليها ان احنا اللي اول ما بيعمل طلعنا مشاهدة الاولى ايه اللي أكيد. حصل. طبعا. اول ما طلعنا فوق ايه اللي حصل، بعدها بشويه ايه اللي حصل. فاللي هو ايد ربنا لا كانت سندانه. عايز اقول لك بطريقة أوفر. المريض لما يكون دكتور دي من الحاجات الصعبه جدا. ايوه دي من الحاجات الصعبه جدا جدا، ان هو بيبقى اورينتد بكل حاجه، بيسال في كل حاجه، عارف كل حاجه، وانت متشكك في كل ايوه حاجه. ايوه وانت متهيألي فبيبقى حتى كل حاجة. اول ما دخلت انا قلت لك انا خايف من حاجه تخص بقى شغلانه كطبيب اسنان. فعلا. بس انا لقيتك اول ما خاف على خرجت. اسنانه عشان خاطر هو طبيب اسنان. لا كان فاحنا حاولنا نحافظ وكان على في الأسنان تجربه يعني. وكان في تجربه صعبه قبل كده. انت طلعت بعديها بتقول ايه؟ طلعنا قلنا الحمد لله الامور إن كانت كويسه التيوب جدا سبحان الله يعني. في ثانيتين بقت التيوب عارفة التدريب طريقها. كانت كويسه جدا، الامور كانت كويسه جدا جدا. ان ايد ربنا فعلا بتسند بس. طبعا. ففيديو يعتبر النهارده كده بس بنقول لكم النهارده عاملين عمليه بقى لنا قد ايه يا دكتور بولا؟ 6 ايام. دكتور بولا عامل عمليه بقى له 6 ايام، وعمليه تصحيح دي من العمليات اللي هي الكبرى جدا، ومعاه فتح الحجاب الحاجز. فانا اشكر ربنا ان هو قاعد معايا في العياده، وان نشكر هو ربنا طبعا. بدا يخرج ويمارس حياته واموره تبقى كويسه، وهو يقول لنا رايه ايه. لا رايي الصراحه لسه بحاول كده استكشف الدنيا، كويس بس جدا. اللي متاكد منه ان لا ربنا هيكمل معانا، هتبقى الله. في ارقام حلوه ان شاء الله. وده مش هيبقى الفيديو الوحيد او الحاجه الوحيده اللي هتنزل بخصوص العمليه. يعني احنا اوقات نازلين كده كل كويس اسبوع. يعني مبدئيا كانت الطلعه الاولى في عمليات التصحيح دايما بيبقى النزول اقل، لكن احنا نازلين تقريبا 5 كيلو 5 كيلو 5 وشوية. كيلو في 6 ايام، ده كويس، معدل كويس جدا جدا. بس ما انا مستني الترند بتاع كيف كانت كيف صارت الصراحه. الصراحه ده لازم نعمل الترند الصراحه ان شاء الله. لا اصلها هي دايما بتبقى معايا ايه كيف كانت كيف صارت، فانا عايز بقى العكس فاهم. يعني انا دايما افطر معاه هو اللي بيبقى بيفطر حرفيا. لا انا نفسي الافطر اللي هو بيبقى الصغير ده، عارفه الكوتشي موتي ده. بس ما احنا متفقين مع بعض، قلت له بص انا هاجي لك المره لو دي. عملت ستاند اب كوميدي هتبقى رهيب جدا. الله يخليك. قلت له انا بص انك تعمل كارير شيفت وبتعمل فيها تبقى كويس جدا. قلت له بص انا جاي لك المره دي وانا واثق ان انا مش هخرج احمد عز، لان احمد عز على الاقل راجل طويل، يعني انا اخر ابقى جورج زيدهم وهبقى راضي وزي الفل. هبقى راضي وزي الفل، بس اوصل حتى لمرحله جورج زيدهم ان شاء الله تبقى افضل بكتير. يعني مرحله الراجل بتاع التفاهه ده ده جورج سيدهم طبعا ممثلنا العظيم طبعا. طبعا يعني ايوه طبعاً. يعني بس وده حبيبي ده طبعا مالك. طبعا. ما حتى في بروفات المسرح ما شاء الله كان كل اي اغنيه ثلاثي اضواء المسرح يبقى بولا هو جورج سيدهم عادي جدا معروف. بس الفكره كلها ان انا بقيت حاسس دلوقتي حتى الدنيا الطف. يعني انا دلوقتي في فرق عن العمليه الاولى. العمليه الاولى انا فاكر ان ليله العمليه الالم كان عالي. انا ليله العمليه بقول لك ايه سامو، هي بخصوص انك كاتب لي شوربه عادي، لو بدلت الشوربه بشوربه كوارع عادي. انا طبعا يعني ايه تخيلت ان هو فعلا ممكن يعمل كده وهتبقى عندنا كارثه كبيره جدا، فحاولت الحقه قبل ما يعني يبقى خطر على نفسه وعلينا وعلى وخطر على المستقبل المستشفى الطبي كلها عموما. يعني. خطر على المستقبل الطبي عموما. حاولت الحقه يعني. اللي هو يا جدعان حد يكلم حد يسحب منه الكتيب حرفيا. بالظبط، حد يكلم حد يحبسه يعني. انا المره دي شايف حاجات تانية اكتر. يعني شايف دلوقتي مثلا الاول كان بق المايه مثلا ممكن يوجعني، لا دلوقتي قشطه. يعني انا حتى لما قلت لك انا خايف بالليل اشرب، قلت لي ليه يا ابني؟ ما انا قايل لهم انك اول ما تصحى قضيها شرب احنا الصبحيه. بنحب نشرب سوائل كتير عشان الجسم يبقى ويل هايدريت. ايه ده بس كده يلا ادوا الازازه في ايدي دايركت. فالدنيا حرفيا اسهل نشكر ربنا. اسهل. فاشكرك انا اشكرك جدا. ولسه معانا رحله مع بعضينا طبعا توجذر فور ايفر. طبعا طبعا. رحله بدات بالصدفه واديها مكمله. بس انا امل ان انت توصل للهدف بتاعك. انا يعني اقدر فيك شجاعتك حبيبي. وانت عندك تارجت احنا ان شاء الله نوصل له،
وان شاء الله امورنا تبقى كويسه، بس حاول تمسك نفسك على الحاجات اللي احنا مانعينها بقدر الامكان. بقى بنحاول حاول بقدر الامكان. ابوس رجلك. هو الملوخيه ما تنفعش الاسبوع الجاي قوي يعني؟ لا ماشي ماشي يعني حاول خلينا نبقى ايه كوميتد الفتره دي، وان شاء أوكي. الله يعني تبقى امورنا كويسه حبيبي، وان شاء الله انا نتقابل مبسوط تاني. شفتك النهارده. انا اكتر، يعني وان شاء الله دي نتقابل اسعد اكتر حاجه حصلت لي النهارده حبيبي. يعني، وميد ماي داي يعني. حبيبي، وهنتقابل اكتر ولسه في فيديوهات اكتر. حتى علشان الناس تعرف ان السمنه مرض صعب. السمنه بتديك حاجات كتير. انا ما انكرش ان السمنه كانت مدياني حاجات كتير، مدياني قاعده في البيت، مدياني متعه في الكتب، مدياني متعه في 100,000 حاجه، بس واخده مني في المقابل حاجات تانية. طبعا. فدلوقتي لا، انا دلوقتي حتى انت استغربت بتقول انت كتبت ده امتى على المقال. ايوه عادي، ايه المشكله؟ كويس. بس فاللي هو حتى ان الموضوع ما بقاش صعب، العمليه مش اللي هي بتكبتك او بتخليك قاعد ساكت او كده. فكل دي برضو حاجات هنوضحها مع بعضين الفتره الجايه. بس اكيد حبيبي، انا مبسوط شفتك يا دكتور حبيبي. بولا. الله انت مثال للبهجه والامل. الله يخليك. لا انا حبيبي. مثال لطبق الفته. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي مع دكتور صبري. شكرا.